السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات فاتي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم الوصفه اللي كنت شاركتها معكم غير الصور في الانستغرام، وبعض الاخوات كانوا قالوا لي شاركي معنا الوصفه والطريقه في اليوتيوب. وصفه ديال السردين، الكفته ديال السردين بالخضر كتجي لذيذه هائله. انا متاكده بان الاطفال ديالكم الا ما كانوش كياكلوا السردين فهاد الطريقه راه غتعجبهم اكيد. فكنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للوصفه المقادير، كنحتاجوا 1 كيلو ديال السردين. شوفوا نتوما على حسب الكميه اللي غتحتاجوا. فانا كنطحنها عند البائع السردين، ومن الافضل يحيد لكم القشره يكون احسن. كتجيبوها مطحونه هكا، كتنقصوا عليكم شويه ديال الشغل. بالنسبه للتوابل، كنحتاجوا ملعقه تقريبا كبيره ديال الكركم، وكذلك شكنجبير، ملعقه صغيره ديال الابزار، وعندي التوابل ديال السمك، وتوابل كذلك ديال وصلة الحوت اللي كانت متوفره. عندي بودر ديال الثوم، وعندي هنايا الباربيكا او الفلفل الاحمر او التحميره، انا كنصاوبها غير في البيت. عندي كذلك الملح والقزبر والهريسه. عندي الحامض المصير يعني نصف حامضه فقط، وعندي الثوم يعني محكوك. وبالنسبه غنحتاج كذلك زيت الزيتون. تقدروا تخلطوا يعني زيت الزيتون مع زيت المائده، تقريبا غير تقريبا واحد 3 ملاعق كبيره. عندي كذلك القزبر المعدنوس، عندي الزيتون مقطع، والبصل يعني البصله تكون بصله يعني كبيره واحده، بطاطا واحده، بطاطس طبعا عفوا. وعندي الجزر كذلك محكوك، يعني حبه واحده، حبه ديال البصل وحبه ديال البطاطس وحبه ديال البصله. بالنسبه لهنايا اللي في الوسط فهذيك غير الهريسه خضراء، يعني ممكن انكم تضيفوها، انا غير زدتها يعني فايته عندنا الهريسه في التوابل، فما ما تكتروش باش ما يجيش الكفته ما تجيش شويه حاره ويتفادوا ياكلوها الاطفال. كذلك ضفت واحد الملعقه كبيره من عصير ديال الحامض. كنضيف التوابل كلها على الكفته ديالنا، وكنخلط كندمج العناصر جيدا كيف غتلاحظوا معايا. فبالنسبه للكميه ديال الزيت، فاذا كان السردين يعني كيكون السردين انواع، فاذا كان هذاك اللي يكون مشحم فديروا فقط ملعقه واحده فقط ديال زيت الزيتون. اما اذا كان ناشف فممكن انكم تضيفوا 2 حتى 3 ديال الملاعق فقط. انا كنكتفي غير زيت الزيتون. هنا كندمج العناصر جيدا باليد ديالي كيف كتلاحظوا حتى كتجانس مزيان. وحاولوا انكم كيف قلتوا كيف ذكرت ما تكتروش الهريسه باش هكا ياكلوها الاطفال ديالكم. ولا كنتو نتوما من المحبين ديال الهريسه فممكن انكم تستعملوا هذه الكميه اللي درت انا. فبالنسبه للكميه درت انا فرجه شويه حار. هنا بعد ما خلط المكونات ديالي، هنا كنشكل الكفته ديالي على شكل هكا كريات. تقدروا ديروهم على شكل طوال، الشكل اللي بغيتو تاخذوه كديروا. استفت الكفته ديالي في اللاطه اللي كتكون ديجا مفرشاها بالبابي كويسون. هكا كنستفهم وحده بهذا الشكل هذا، وانا غنستمر حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. وبالنسبه لهاد هاد الوصفه غادي نرافقها بالبطاطا اللي كتعجب الوليدات طبعا، وما غاديش نقليها. عندي هنا بطاطا صغيره شديتها قسمتها على 4 وسلقتها مسلقه مع الماء والملح فقط. غتذوقوها الا كانت باقا خصها الملح غنزيدوا الملح، ملعقه صغيره من الباربيكا او التحميره، وواحد الملعقه تقريبا ما عمراش ديال الابزار، ما نكتروش، وواحد الملعقتين كبيرتين من زيت، سواء تكون زيت المائده او زيت الزيتون. انا هنا استعملت زيت الزيتون. كنخلط المكونات جيدا وكنوضعهم في الصينيه او اللاطه اللي درت فيها الكفته ديال السردين.
فإذا كانت الكميه عندكم كثيره فيمكن لكم انكم ديروا كل حاجه في الصينيه ديال بوحدها، يعني كل حاجه يعني دير الصينيه في لاطه والبطاطا في لاطه. بالنسبه لهذه النوعيه ديال البطاطا دغيا كطيب ليا، فهي طبعا طابت في نفس الوقت ديال الكفته. الا كانت عندكم بطاطا كبيره وهذا ممكن انكم تعزلوها في لاطه ديالها بوحدها، وراه كتجي لذيذه يعني بحال قليتوها في الزيت، خصوصا الا كانت ديك ديال القليان الكبيره. بالنسبه لهذه الصغيره كتجي حتى هي لذيذه ولكن ما كتجيش مقرمشه بزاف، يعني للافاده فقط. بالنسبه لهذا الوقت انا مشعل الفرن ديالي على درجه 180 درجه. غادي نطيبها في الفرن الكهربائي، كطيب تقريبا ما كتاخذش الوقت، يعني تقريبا واحد 30 دقيقه يعني على الاكثر في الفرن الكهربائي على درجه حراره 180، وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه. فكطيب كما لو ان قليتيها في الزيت، كتجي لذيذه واكيد غادي يحبوها الاطفال. كذلك البطاطا حتى هي كتجي لذيذه. يمكن لكم طيبوها في الفرن عادي فنفس النتيجه، يعني نفس النتيجه غتعطيكم. فكنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، فممكن انكم ترافقوها مع طوماط سوريس كما درت انا. ممكن ترافقوها مع اي حاجه اللي كتعجب الاطفال ديالكم. فكنتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولكن اي تساؤل او شي حاجه ما فهمتوهاش وبغيتو تسولوا فمرحبا، انا راه الاشاره. اذا الى الوصفه القادمه ان شاء الله، والى اللقاء.